السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم بفيديو جديد هعلمك فيه ازاي تعرفي نوعيات اللحمة وازاي تقطعيها. لو انت مثلا عايزة لحمة مشوية تعمليها، هتختاري انهي قطعة من اللحمة بالظبط عشان خاطر تعمليها. ولو انت عايزة لحمة تعمليها طبيخ، لو عايزة لحمة تعمليها سلق، لو عايزة لحمة كباب حلة، هعرفك ازاي تعمليها كويس. تابعوني في الفيديو عشان خاطر تعرفوا انا بقطعها ازاي و- وتنسقيها ازاي عندك في التلاجة، بحيث انك انت ما تتلخبطيش ما بين الكيس والكيس اول حاجة هتجيبي اللحمة بتاعتك على حسب القطعية بقى اللي انت جايباها، ويستحسن تكون حتة سليمة كده على بعضها، ما تكونش متقطعة، علشان خاطر انت تبتدي انك انت تقطعيها زي ما انت عايزة. بعد كده بقى في جلدة كده بتبقى عليها الختمة بتاع اللحمة، هتشيليها كده، هتفرغيها كده من الجوانب علشان خاطر تعرفي انك انت تقطعي اللحمة بتاعتك. وغير كده كمان مش علشان التقطيع كمان، علشان خاطر الجلدة ما بتبقاش حلوة خالص لو انت استخدمتيها معاكي في اللحمة بتاعتك. بعد كده بقى قطعتها كده، جبت جزء الموزة. يستحسن انك انت لما تجيبي من عند الجزار تطلبي منه الموزة، بجد بتبقى حلوة جدا. وهتبتدي انك انت تقطعيها. تقطيعة الموزة بتعمليها في خضار، او تعمليها في طبيخ، او تعمليها في بامية. بتبقى حلوة جدا، وبتبقى ناعمة جدا، وبتبقى دايبة دوب، بصراحة بتبقى جميلة جدا. فهقطع كده. فطبعا زي ما قلت لكم بشيل برضو القشرة اللي هي اللي بره لان هي اولا بيبقى شكلها وحش جدا لما اللحمة بتستوي. ثانيا ملهاش اي فايدة خالص غير ان هي بتبوظ شكل اللحمة. فيستحسن انك انت تشيليها كده من قبل ما تسوي اللحمة بتاعتك. فانا كده بكمل التقطيع بتاعها. انا هنا كده بقطع عادي للسلق او طبيخ او كده. هما الاتنين على فكرة واحد، بس الطبيخ بتحب اللحمة الملبسة كده شوية، علشان خاطر بتدي طعم كده وجمال كده للطبيخ بتاعك. وفكرة بقى جميلة انا هعرضها لكم في الفيديو النهاردة، انك انتي بعد ما تعبي اللحمة بتاعتك تكتبي على كل كيس القطعية بتاعته. يعني انتي مثلا بتعملي اللحمة بتاعتك وتيجي بعد كده متبقيش عارفة انهي السلق وانهي الطبيخ وانهي كباب الحلة، فبتطلعي كده عشوائي. وممكن انك انتي في يوم تكوني مقررة انك انتي هتعملي حاجة وتعملي حاجة تانية خالص، لما تلاقي ان اللحمة بتاعتك الشكل بتاعها اتغير يعني. هنا بقى هقطع للشوي. اهم حاجة تقطيعة الشوي بتقطعي عكس النسيج بتاع اللحمة، ما تقطعيش مع النسيج بتاعها علشان خاطر بتغيب في السوا ومش بتبقى حلوة. لما بتقطعيها كده عكس النسيج بتلاقيها كده دايبة خالص وطرية جدا. في محلات المشويات بيقطعوها كده، وتقطعيها كده شرايح رفيعة خالص علشان خاطر تستوي. ممكن تستخدميها في شوي، وممكن تستخدميها في لو هتعملي طاجن ورق عنب بتحطيها كده تحت الطاجن، بتبقى طعمها رائع. هقطعها برضو كلها كده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزاها تكون ملبسة مفيش مشكلة، بتنقي حتة تكون ملبسة وتقطعيها. خلاص كده انا قطعت اللحمة الشوي وقطعت السلق. هقطع بقى الكباب الحلة. كباب الحلة بتنقي حتة لحمة كده حلوة، وتكون يعني مش شرط تكون ناعمة ولا حاجة، لان هي كده كده بتستوي وبتدوب، لان احنا بنغيبها في السوا. فهتقطعيها كده قطع صغيرة كده، تكون كل قطعة بتاع منها على قد اللقمة كده يدوب. وهتقطعي بقى الكمية كلها على حسب اللي انت عايزة تعمليها. برضو التقطيعة بتبقى عكس نسيج اللحمة. اي تقطيعة بتقطعيها للحمة بتبقى عكس النسيج، لان انت لو قطعتي مع النسيج بالظبط بتبقى التقطيعة بتاعتك بتغيب جدا في السوا ومش بتبقى حلوة. وبتعبيها بقى في اكياس، وبتبتدي تكتبي على كل كيس الكيس ده فيه كذا، والكيس ده فيه كذا، والكيس ده فيه كذا، علشان خاطر ما تتلخبطيش لما تيجي تطلعي اي اكياس، تبقي عارفة انت شايلة هنا ايه وشايلة هنا ايه. هنا لحمة مفرومة، ما صورتهاش معاكم لان هي كده كده مفرومة، مش هتستفادي يعني. انا جايباها مفرومة اصلا، مش انا فرماها في البيت. وكتبت اهوت على كل كيس اهوت حاجته،
عشان خاطر ما تلخبطش لما اجي اطلع اي لحمه. رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، وتكون الفكره بتاعتي عجبتكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.